بصي، العصبية مشكلة سلوكية زيها زي أي مشكلة. المشكلة أكبر بتبقى في حاجتين: لما واحد تبقى مع راجل، وده للأسف لأن عدد كبير من الرجالة عندنا وما ترباش بكالتشر إن أنا أروح وأشتغل على نفسي وعلى مشاعري. لا، هو عادي جدا زي ما أنت ذكرتي كده، إن أنت لما يتنرفز عليك يقولك بس أصل أنت اللي نرفزتيني، فأنا مش غلطان، وحتى لو غلطت ده غلطت بسببك، ودي حاجة في منتهى الخطورة. الحاجة التانية إن الشخص ده ممكن يكون كبر في نفس البيئة، فهو كبر شايف إن عادي إن أنا مامتي بيتزعق لها وبعد شويه خلاص بتعدي الامور. انا شخصيا كان بتزعق لي وعادي، ايه اللي بيحصل؟ فاللي انتوا دلوقتي حتى لو في فتره لطيفه عشان في خطوبه فبيعتذر، لما هتتجوزوا الاعتذار ده اصلا ممكن ما يحصلش. اللي انت لازم تفهميه ان انت لو عشتي مع شخص عصبي لفتره طويله هتبداي تبقي الحد اللي اول ما يحصل موقف حام بتبداي تتوتري وتبقي عايزه تهدي الامور، وكتر ما انت خايفه ان حاجه تحصل فيبدا يحصل موجه عصبيه. وللاسف لو احنا خلفنا اطفال متربيه فيها اب عصبي، اللي بيحصل ان الاطفال دول هيطلعوا كده، هيطلعوا بيخافوا ان هم يتنفسوا النفس ولا يعملوا غلطه لا يبدا يتزعق فيهم، هيطلعوا بيخافوا وهم شايفين مامتهم بيتزعق فيها من باباهم، وده هيخليهم شخصيات ضعيفه ويخرجوا المجتمع، هيرتبطوا ارتباط غلط، بيروحوا الشغل حتى لو حد ضايقهم ما يعرفوش يردوا ولا ياخدوا حقوقهم. فالموضوع اكبر بكتير من انت دلوقتي حابه ايه. انا ماليش اقولك تكملي في الارتباط ولا تنفصلي، دي حاجه توتالي خاصه بيكي، بس هل الكواليتي اوف لايف دي بالنسبه لك مناسبه؟ ولا بما ان احنا شايفين قد ايه معدلات الطلاق بتزيد، فيفضل ان انا افكر شويه في الموضوع وافكر ايه فعلا شكل الراجل اللي انا عايزه اكمل معاه.